واش عندك ملفات اب ايميج وكتشغلهم غير بالدبل كليك وما كيبانوش في المنيو؟ اليوم غنعلمك كيفاش تشغل ودير برامج اب ايماج في لينكس وتخليهم يبانوا بحال اي برنامج عادي. دوينا عليه قبل في هاد الفيديو لكن بلمحة صغيرة، لان الفيديو كان على طرق التثبيت المختلفة في لينكس. اصلا هو ما يحتاج تفاصيل تخدموه، يكفي غير بالواجهة نخدموه بلا اوامر ولا ترمينال. نمشيو ليه نفتحوه بزر الماوس اليمين، نعطيه صلاحية التنفيذ. دابا دوبل كليك نفتحوه كأي برنامج، وها هو اشتغل. هاد الصيغة محببة بزاف لأنها كتخدم بكل شي التوزيعات، ما كتحتاج برنامج آخر ولا مكتبة، على عكس الصيغ الأخرى بحال فلات باك وسناب. مفيدة بزاف إلا عندك شي مشكلة مع برنامج، لكن في بعض التوزيعات كيخدم مزيان، يعني كتحتاج غير البرنامج بهاد الصيغة. تقدر تلقى مواقع عديدة بها برامج مفتوحة المصدر بهاد الصيغة، مثل هذا appimagehub.com، لكن ما كننصحش به أو لا بغيره من غير المواقع الرسمية للبرامج. كمثال نحملوا برنامج كيدين لايف من الموقع الرسمي kdenlive.org. دابا خصنا أداة باش نخليو البرنامج يبان عندنا في المنيو وفي كل شيء. نمشيو نجيبوها من جيت هاب. ضروري من بيلد اللي هي مستقرة، يعني ماشي ألفا ولا بيتا. طبعا نختاروا بوان داب، نحملوها ومن بعد نثبتوها. إلا طلع عندكم تحذير راه غالبا خصكم شي حزم. الحل هو sudo apt install-f. نشغلوا كيدن لايف بهاد الأداة. كيبان هاد dialog box run once غير كيشغل التطبيق. حنا هنا بغينا ندمجوا التطبيق مع النظام integrate and run. التطبيق اختفى، نتسناو شوية كيجيب تصوير التطبيق وكيدمجو. ها هو اشتغل معنا. المفاجأة أنه نقل التطبيق المجلد هو دارو في الهوم ديالك بسمية applications. هاد المجلد كيكونوا فيه جميع التطبيقات ديالك بصيغة اب ايميج. مبروك عليك، راه تدمج في النظام. وتقد تشوفو في المنيو دابا. تقد دير هادشي يدويا، لكن من الأحسن هكا. وبهذا نكون وريتك كيفاش تشغل ودير برامج اب ايميج وتخليهم يبانوا في المنيو بسهولة. إلا عجبك الفيديو واستفدتي ما تنساش دير لايك وفولو باش يوصلك كل جديد ديال لينكس. إلا كان عندك أي سؤال ولا مشكل كتبوا في التعليقات وغنحاول نعاونك.